بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في ديون العسل ده مع بعض النهارده. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زيك كده وقولي لي بتشاهديني من اي بلد. لما بعرف ان انت بتشاهديني من اي بلد بصراحة بيبقى عندي الشجاعة كده، وبحبكم جدا جدا وبحب ان انا اعمل لكم فيديوهات. يا ريت تشجعوني كده وقولي لي بتشاهديني من اي بلد. بحبكم جدا جدا وبشكر كل حبايبي اللي معايا في القناه من زمان، وكل حبايبي اللي بيخشوا له جديد واللي لسه هيخشوا لي. بشكركم جدا 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 وبحبكم جدا جدا. يا رب القناه تكبر بيكم والفيديو يعجبكم. يلا بينا نستنفع بقشر البطيخ. ليه ترميه؟ احنا بناكل بطيخ والايام دي ايام البطيخ. ما ترميش القشر. عندك طيور زي كده يلا استفادي بيه وقطعيه زي ما انا بقطعه كده قطع وحطيه للبط على السرسة. وجبة اساسية دلوقتي للطيور. ما ترميش القشر خالص. لو مش حابة تقطعيه ما تقطعهوش، حطيه سليم كده. بس الاحسن ان انت تقطعيه، اما بتقطعيه بياكلوه كله ما بيسيبوش منه حاجة. اما بتسيبيه بقى كده بيغلبهم بيبهدلهم في الاكل، طبعا مش بيعرفوا يتحكموا فيه ويقطعوه كويس. بينقروا منه على قد ما بيقدروا. فانا قلت ايه اطلعه معاكم روتين. إيه ان احنا طبعا بنستفاد من القشر ده، بلاش نرميه. حطوا له طيورك. انتوا عارفين دلوقتي العلف غالي والاكل بتاع الطيور غالي، فانت اي حاجه زي دي نستفادي منها. عندك خضار في التلاجة فايض عليكي وفيهم مثلا حاجه باظت، حاجه ما عادتش كويسه، شيليها برضو حطها للطيور، لان الخضره والحاجات ديت كويسه جدا وبتعمل لهم مناعه. اي خضرة عندك بترفع المناعة للطيور وبتعمل لهم مناعة وبتكبرهم مع الاكل بتاعهم اللي هو ده. خدنا بقى ايه قشر البطيخ قطعناه وخدته كده ورحت ايه علشان اكل الطيور بتاعتنا. حطيت عليه سرسة، وكان طبعا في بواقي اكل وفي عيش وفيه رز طبعا فايض مكان الغدا وحاجات من ديت. حطينا كله على بعضه على قشر البطيخ بتاعنا، وحطيت السرسة وهقلب بقى كله ببعضه كده ونطلع ناكل البط بتاعنا العسل اللي فوق ده. البط طبعا في المرحله ديت بياكل اي حاجه، ما بيخليه زي ما قلت لكم. حطوا له الموجود عندك عيش، عندك قشر بطيخ زي قشريه، قشر اناناس، قشر البطاطس. ما ترميش حاجه، ما ترميش حاجه ايه في الزباله. لو انت طبعا بتربي الطيور، طبعا في ناس ما عندهاش طيور ما بيعرفوش طبعا يربوها وهم ما عندهمش مكان لها. بيرموا طبعا الحاجات ديت من غصب عنهم، لازم يرموها لانها بتعمل ايه عفونة في الشقة وبتبقى ريحتها وحشة. فهم بيشيلوها طبعا في الزبالة يرموها. انما احنا بقى ايه بنستفاد منها للطيرة بتاعتنا، بس حاجة نظيفة. يعني مش حاجة وحشة ان احنا هناكلها، لا ده حاجة نظيفة. كده بقى كنت انا مصورة ايه المقطع بتاع غسيل السجادة دي قبل العيد، وكنت ناوية اعمله معاكم روتين وانزله. بس بصراحة كنت انا تعبانة جدا في العيد، فغسلتها ونشفتها وجيت بقى. من كتر تعبي انا فرشة الركنة بتاعتي دي يوم العيد الصبح. انا كل سنة بفرش يوم الوقفة قبل الوقفة بيوم. ببدأ غسيل وتنظيفات من قبل الوقفة بكام يوم، علشان ابقى مرتاحة يوم الوقفة، عشان بنبقى صايمين وايه وما اقدرش ان انا اعمل كل حاجة مرة واحدة. جيت انا تعبت قوي يوم الوقفة، كنت تعبانة جدا. إيه فقلت ايه انا كنت غاسلة السجادة، غسلتها بقى وصورتها معاكم وقلت ايه هنزلها روتين وانا بفرش الشقة وبفرش الأوضة. بس من كتر تعبي ما قدرتش أصور معاكم الفرشة وأنا بفرش. كنت منظمة بقى وحاطة الورد وحاطة حاجات حلوة، بس طبعا ما قدرتش أصور خالص. نضفت السجادة وغسلتها وصورت معاكم الركنة أي تصوير كده بعدها بكتير. يعني أنا يعتبر لسه مصورة الركنة ديت امبارح بعد العيد بكام يوم. فطبعا احنا بنجيب بقى ايه بجيب بقى الميه كده ابل السجاده الاول. هي بصراحه كانت نظيفه، ما كانتش يعني ايه فيها حاجات كتير، لان طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده الركنه عندي مش متبهدله، بتبقى نظيفه وكويسه. الانتريل في الصاله منضف الركنه عشان اللي بيجي بيقعد معانا في الصاله قليل لو حد دخل الركنه. فانا ايه قلت برضو بقالي كتير ما غسلتهاش، لان انا ما غسلتهاش اصلا في العيد الصغير كانت نظيفه وما غسلتهاش. شلتها بس نفضتها كده ومشطتها وحطيتها تاني.
فجيت بقى في العيد ده قُلت لأ لازمًا أغسلها، علشان أنا عايزة أغسلها وأفرشها في العيد الكبير، وهاشيلها بقى أنفّضها تنفيضة واشيلها خالص ألمّها وأعينها للشتا، لإن بصراحة يا جماعة أنا باحب أوي في الصيف أشيل السجاد واسيب الشقة كده على البلاطة كده، أسيّقها كل يوم وأرشّها معطر وتبقى نضيفة كده وتحسّي إن هي مرطّبة، لإن السجاد بيحرّرها. مش عارفة بقى هو أنتم عندكم زيي كده والّا أنا لوحدي؟ أنا باحس إن السجاد محرر الشقة جدًا، باحب أسيبه على البلاط كده وأسيّقه وأنضّفه وخلاص عشان اللي يمشّي يحس إن هو إيه، مرتّب كده من كتر الجو والشقة عندنا نار. كده بقى إيه، غسلنا السجادة حتّة بحتّة كده لإن حمّامي ضيّق، فقعدت أغسل قطعة بقطعة لحد ما نضّفتها. كنا بقى إيه، نشّفناها وفرشنا، بس طبعًا زي ما قُلت لكم إن أنا ما عرفتش أصوّر عشان تعبي، فصوّرت إيه، لقطة بسيطة كده وإيه، يا رب الفيديو يعجبكم. وبإذن الله هاعمل لكم روتين في الرُكنة وأنا بانضّفها وبافرشها وباضبّطها، ويا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي يا أحلى متابعين في الدنيا، تابعوا لي القناة وشاهدوا لي لو دقيقتين يا جماعة وشاهدوا لي الإعلانات. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.